السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. القضيه ديال اليوم غادي ترجع بينا لسنه 2012 بالضبط في مدينه مكناس. كانوا كيعيشوا جوج ديال البنات، وحده سميتها سميه وحده سميتها اسماء. هاد البنات بنات الجيران، كبروا مع بعضياتهم حتى السن ديالهم بحال بحال بيناتهم غير شي 3 شهور. هاد البنات ملي كانوا صغار قبل كاع ما يدخلوا المدرسة، الأمهات ديالهم كانوا صحابات. أسماء ديما عند سمية وسمية ديما عند أسماء، حتى ملي كتكون الأم ديال شي وحدة فيهم مشغولة كتخلي البنت عند الأخرى. المهم كبروا مع بعضياتهم، مرة يباتوا أسماء تبات عند سمية، سمية تبات عند أسماء. المهم واحد العلاقة اللي كانت من الصغر. هاد البنات هادو قراو مع بعضياتهم في الابتدائي، قراو الكوليج، قراو في الثانوية، شدوا الباك بجوج. البنات كانوا قرايات، ولكن كانت حاجة وحدة اللي كتزعجهم، أن الحالة المادية ديالهم كانت ضعيفة، سواء أسماء ولا حتى سمية بحال بحال، كلهم من عائلات فقيرة. بغاو يبدلوا الوضعية ديالهم، بغاو يخدموا، بغاو يديروا المستقبل. داكشي علاش كانوا كيقراو. ملي شدوا الباك هاد البنات بجوج غادي يمشيو لافاك، كيقراو في لافاك بجوج، كيمشيو وكيجيو. المهم كيف ما سبق لي وقلت لكم صحابات ديال بصح. وفي هاد الفترة هادي مرة كانوا كيبغيو يخدموا، كيديروا غير شي خديمات بحال هكا باش كيدبروا على راسهم. واحد المرة مشاو خدموا في واحد السناك، مشاو خدموا فيه واحد نص نهار. تما غادي يتعرفوا على واحد الكليان. هذاك الكليان كيجي لتما، شاف أسماء وسمية، ضحك معاهم، هضر معاهم، دوّر معاهم اللي سالا وكان غادي يخرج. المهم موراها هاد الكليان هذا ولا مرة كيجي، شي مرات كيلقاهم، شي مرات لا، على حساب إلا خدموا، وكاينين شي أيامات ما كيخدموش. المهم مع الوقت غادي يعطي النمرة ديالو لوحدة من هاد البنات. شكون اللي عطاها النمرة في الأول؟ عطاها لهذا لسمية، عطاها النمرة كيهضر معاها كأصدقاء بحال الخوت. المهم ملي كان كيهضر معاها، هو كان باغي يعرف بزاف ديال الحوايج على أسماء، ودار طريق في سمية. ما عرفتش أنا علاش من الأول ما يهضرش مع أسماء النيشان، ولكن هاد الشي اللي كاين. المهم كيسولها واش عندها علاقة مع شي واحد، عائلتها شنو كيديروا، شحال من خوت عندها. هاد الشي كامل كان كيسول عليه سمية. سمية ملي طلع ليها هاد الشي في الراس غادي تقول له ملي أنت معجب بأسماء وباغي تهضر معاها، خُد نمرتها وهضر معاها نيشان. علاش جاي كتهضر معايا عاد كتسول على الأخرى؟ قال لها أنا خفت أنها ترفضني، داك الشي باش سبقتك أنتيا. معليش، سمية غادي تقول له صافي دابا ملي عجباتك أسماء هضر معاها. عطاتو النمرة ديال أسماء، ولا كيهضر معاها في التليفون. ملي كيبغيو يتلاقاو كيتلاقاو ب3، كيخرجوا ب3، كيجلسوا مع بعضياتهم. شي مرات كيساليو في لافاك كيمشي يجيبهم، كيوصلوهم بالطوموبيل حتى الحي ديالهم. المهم العلاقة ديالهم كانت زوينة بزاف. هاد السيد شنو كان كيدير؟ كان ولد شي ناس كيسكنوا في نواحي مدينة مكناس، وحيت هو عنده الخدمة ديالو في المدينة مستقر تما. عندهم واحد فيلا صغيرة كيعيش فيها بوحدو، عائلته على برا، يعني برا المدينة. وهو كان إنسان اللي ميسور الحال. البنات كانوا عارفينه أنه ميسور من خلال السيارة اللي كان كيركب، البلايص اللي كان كيمشي لهم، الحوايج اللي كان كيلبس، باين عليه أنه إنسان ميسور. المهم بعد ما كيخرج معاهم ويدخل، كيخرج ويدخل، أسماء عجبها هاد السيد، بغاتو وحتى هو بغاها. ولكن هاد الموضوع هذا ديال بغاتو وبغاها ما كانتش كتعاودو بزاف لسُمية، ما كانتش كتقول ليها لا راه باغي يتزوج بيا ولا كيبغيني ولا شي حاجة بحال هكا، كتقول لها غير كنخرجوا صافي. مع الوقت غادي يبغي يجي يخطبها من دارهم. صافي ملي غادي يجي يخطبها ضروري سمية خصها تسيق الخبار. مشات قالتها لصاحبتها، قالت ليها راه فلان اللي كنخرجوا معاه راه قال لي بغا يجي يخطبني من دارنا، بغا يتزوج بيا. سمية قالت ليها الله يسخر، بغيتي تزوجي به زعما عجبك ومرتاحة معاه وكلشي زوجي به. قالت لها داك الشي اللي غادي ندير، أنا أصلًا عييت من القراية، الخدمة ما كايناش، حتى الخدمة ديالنا اللي كنخدموها كنتكرفصوا وصافي، عائلتنا على قد الحال. المهم بقات كتشكي على صاحبتها، زعما هذا هو السبب اللي غيخليني نتزوج بهذا السيد. أسماء دارت معاه الوقت باش غادي يجي يخطبها من دارهم. جا السيد جاب والديه، مشاو خطبوا أسماء، عجبهم الحال واخا البنت كانت على قد الحال، والدار ديالهم دار صغيورة وصافي. المهم كلشي كان فرحان في هاد الخطوبة. اتفقوا أنه العرس غادي يديروه في شهر 8، الوقيته اللي البنت غادي تكون سالات القراية ديالها، حتى هو غادي يكونوا العائلة ديالو كلهم حاضرين، وغادي يديروا العرس. هاد الخطوبة متى دارت في شهر واحد، يعني بقات 7 شهور باش أنهم يديروا العرس. وفي هاد ال7 شهور أسماء كانت ديما كتخرج مع الخطيب ديالها، ما بقاتش كتدي معاها سمية. في الأول كانت كتخرج معاهم حتى سمية، كيديوها كيساليوها تاكل وتشرب وكل شيء.
ولكن صافي من بعد ما تخطبات حيدات سُميّة ولات كتخرج غير هي وأسماء وكتخرج غير مع خطيبها، كيمشي كيتقدى لها الدهاز ديالها شوية بشوية، يعرض عليها الغدا، يعرض عليها العشا، والديها ما كانوا كيقولوا لها حتى شي حاجة، ما حضّوا خطبك من الدار إلا وأنه راه ناوي معاك المعقول. وهكاك سُميّة كانت كتسول في صاحبتها، كانت كتمشي عندها للدار، كتهضر معاها في التليفون، المهم ما قطعوش العلاقة بيناتهم، غير هي ملي كتبغي تلاقى مع الخطيب ما كتديش صاحبتها. دازت هاديك 7 شهور فرمشت عين، جا الوقت اللي غادي يتزوجوا فيه، داروا عقد الزواج هو الأول، سيمانة بين العقد والعرس، وفي ديك السيمانة كلشي هُما كانوا موجدينه وعرضوا على الناس العرس في النهار الفلاني، ولكن نهار مثلًا العرس كان نهار الحد، هُما الحنة والحمام غادي يديروه نهار السبت، صباح نهار السبت متفقين أنهم البنات غيمشيو للحمام وغيمشيو مع العروسة، في الليل غدير الحنة ديالها، الغد اللي عاد غدير العرس وتعرض على العائلة وصافي. داك الشي اللي كاين، أسماء عرضت على البنات ديال الحومة كاملين وديال العائلة، البنات اللي مازال ما مزوجينش، عرضت عليهم قالت لهم نهار السبت كلشي يجي عندي راه غنمشيو للحمام، نتلاقاو في الدار ونمشيو للحمام، حتى البنت حتى السيدة اللي خدامة في الحمام قالوها لها، قالوا لها ما تدخلي حتى شي واحد، بحال قلتي كراو الحمام راسهم في داك الصباح، والأم ديال العروسة هي اللي غتخلص على كلشي. جاو البنات جايبين سيكانهم وموجدين راسهم غيمشيو مع العروسة للحمام، كلشي دخل كلشي كان فرحان تحمّموا، العروسة ملي غادي تسالي الحمام ديالها خرجت على برا باش تلبس، هي غير خرجت وكانت معاها حتى صاحبتها سُميّة، غير خرجت مع الباب ديال الحمام البلاصة اللي كيجلسوا فيها، جلسات شوية شدتها واحد السخفة، قالوا يمكن الصهد ديال الحمام اللي داير ليها هكاك، جابوا لها الما بقاو كيرشوها، البنت يلاه كتوقد شوية، عاوتاني كتجي هاديك السخفة كتقول لهم ما عرفتش مالي قلبي غادي يسكت، كتحس براسها ماشي هي هاذيك. يلاه كيهضروا معاها كيقولوا لها مالكي، مالكي، يرشوها بالما وهادي، عطاوها تشرب شوية، البنت ماتت ليهم بين يديهم، شي بنات كانوا على برا كيلبسوا وكاينين شي بنات لداخل، وكانت حتى مولات الحمام، صاحبتها سمية بقات كتفيق فيها قالت لهم ما عرفت مالها راه سخفانة، تجمعوا عليها كاملين كينوضوها، قاسوا النبض ديالها لقاو البنت ميتة، شنو العروسة ماتت؟ العروسة ماتت، الأم ديال العروسة غادي تسيق الخبار لأن وحدة من البنات غتمشي كتجري لعندها وتعيط لها. جات الأم، جا الأب، البنات لبسوا حوايجهم، كلشي دخل للحمام العائلة ديال البنت، بداو كيقلبوا فيها لقاوها ماتت، البنت ما فيها لا ضربة لا خبشة، الناس كاملين اللي كانوا في الحمام كيشهدوا أنها كانت معاهم لداخل صحة سلام ما فيها والو، غير خرجت باش تلبس حوايجها ضربها داك البرد، البنت ماتت، إذًا أكيد هاد الموتة موتة طبيعية لأنها الصهد اللي داير ليها هكاك، الحمام كان سخون، شنو درتو لها؟ عطيناها تشرب رشيناها بالما، ولكن البنت صافي اللي عطا الله عطاه. الأب غادي يقول لهم صافي خلّونا نديو البنت للدار، وديك الساعة ونديرو الإجراءات ديالها، صافي الله يرحمها ماتت، الأم كتبكي، سُمية كتبكي، البنات صحاباتها، كلشي بقات فيه، حيت أسماء مازالها صغيرة ويلاه مسكينة غادي دير العرس ديالها وكلشي، ربي كتب وداها لعندو، داو البنت هزوها ومشاو للدار، الأب ديال الأسماء، الأب ديال الأسماء غادي يعيط على واحد الدري جارهم فرملي، عيط له قال له جيت شوفها. جا داك الدري شافها تأكد أنها راه ماتت، قال لهم هي دابا راه ميتة، ولكن خصكم تجيبوا الطبيب في البلدية باش يشوفها، قالوا ليه واخا، عيطوا على داك الطبيب عاوتاني، جا للدار شاف البنت، ملي شافها وشاف في عينيها وقلب ليها في اللحم ديالها وكلشي، قال لهم البنت راه ميتة ولكن ضروري خصكم تعيطوا للبوليس باش البنت ديروا لها التشريح نعرفوا كيفاش ماتت، نتوما كتقولوا مشات للحمام ماتت، ولكن أنا شاك أنه تكون شي حاجة واحدة أخرى في الموضوع. الأب ديال البنت قال له: "كيفاش شي حاجة أخرى؟" قال له: "هاد الشي اللي كاين." عيطوا على البوليس، عيطوا على البوليس، جاو شنو كاين، أشنو عاودوا ليه كلشي، عاودوا لهم كلشي، بلي البنت مشات للحمام تما ماتت، ولكن الطبيب ديال البلدية كيقول راه كاين شي مشكل في هاد الموتة هادي، تقدر تكون ماشي طبيعية، وباش حنا نتأكدوا وما نخليوش البنت غير هكاك ويضيع ليها حقها، نديروا لها التشريح، كانت سكتة قلبية ولا كانت ماتت غير بداك الصهد، حنا غادي نعرفوا. الأب ديال البنت ما ترددش ولا لحظة، لأنه باغي يعرف شنو واقع لبنتو اللي كانت مشات على رجليها من الدار، اللي رجعات رجعوها ملوية في اليزار، الأب ما تقبلش، قال لهم صافي واخا، جاو هزوا البنت داوها للمشرحة باش يشوفها الطبيب الشرعي، في نفس الوقت كيسولوا على التفاصيل داك الشي اللي وقع، شكون اللي كان مع البنت، شنو وقع ليها بالضبط، صاحبتها سمية والبنات اللي كانوا تما غيعاودوا ليهم بالتفاصيل فوقاش مشاو للحمام، أشنو درنا، دخلنا تحممنا، ها اللي خرج الأول، ها اللي خرج الثاني، ها فوقاش خرجت العروسة وشكون كان معاها، مولات الحمام حتى هي كتقول نفس الأقوال اللي قالوا البنات،
المهم القضية مازال ما تأكدوش أنها جريمة قتل، فقط كياخدوا الأقوال ديال الناس كاحتياط وصافي. المهم بعد ما خداو الأقوال ديال كلشي، غادي يخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي لأنه عجّلوه باش يعرفوا شنو كاين، باش حتى إلا كانت شي حاجة خصهم يبحثوا فيها. غادي يقول لهم الطبيب الشرعي أن الضحية ماتت مسمومة، ماشي موتة طبيعية كيفما كلشي كيتخيل. كيفاش مسمومة؟ عطاهم النوع ديال السم اللي خدات الضحية، قال لهم هاد السم سم قاتل، في أقل من دقيقة غادي يصفيها لمولاه، أقل من دقيقة اللي شربو كيموت، خصوصًا أن العروسة ديالنا شربت منه كمية كبيرة. وفاش شربت هاد السم هذا غيقول لهم شرباتو في عصير، لقى عندها العصير في المعدة ديالها. الأم غادي تقول لهم أنا بنتي ما عطيتها حتى شي عصير ملي كانت غادا للحمام، واش شي واحد دا معاها العصير؟ كلهم غادي يقولوا ما داوهش. واش البنت صفاتها لراسها براسها؟ ما يمكنش، مستحيل. الوالدين ديالها كيقولوا كون كانت باغا تصفيها لراسها ما غاديش توافق على هاد الزويجه وما غاديش توجد راسها، ما غاديش تعيط على عباد الله باش يديوها للحمام. هاد الشيء كامل ماشي منطقي. البنت شي واحد اللي صفاها لها، ولكن شكون؟ واش كتشكوا في شي واحد؟ يقولوا لا ما كنشكوا حتى شي واحد. كاع الناس اللي كانوا معاها ديالنا، صحاباتها، جيرانها، العائلة ديالها، حتى واحد ما غادي يفكر أنه يقتلها. وعلاش أصلًا غادي يقتلوها؟ هي ما أذات حتى شي واحد بشي حاجة. المحققين كانوا متأكدين أنه اللي عطاها هاد السم واحد من هادوك البنات اللي كانوا معاها في الحمام، ولكن شكون؟ حوايجهم كل وحدة كانت داخلة ديك الساعة لدارها وبدلات حوايجها وكلشي، لأنه الوقيته اللي ماتت فيها أسماء وخرجوها وداوها للدار، هذا هو الغلط اللي داروا. كون عيطوا على البوليس ديك الساعة يمكن يكونوا قلبوا حوايجهم كاملين يقدروا يلقاو شي حاجة، ولكن هما لا، كيحسب ليهم راه موتة طبيعية وعادي يديو البنت للدار ما يخليوهاش مجبدة تما في الحمام. كل وحدة دات صاكها للدار، كل وحدة خوات الصاك ديالها، اللي عندها داك العصير راه حتى واحد ما غادي يعرفوا شكون. المحققين كانوا كيجيبوا هاد البنات وحدة بوحدة، هادوك كاملين اللي كانوا في الحمام كانوا شي 12 وحدة، ومعاهم حتى مولات الحمام اللي كانت مرا كبيرة. واحد بواحد، شنو دارت العروسة بالضبط، فين مشات، فين تحركات، شنو قالت ليكم، شنو قلتوا لها، شكون اللي هضر معاها، جميع التفاصيل. والبنات كاملين كيقولوا هضرة وحدة، أننا كنا جالسين معاها وهاتي وهاتي وهاتي. إيوا وشكون كان معاها ملي كانت خارجة من الحمام؟ كانت معاها صاحبتها سمية. سمية غتقول لهم فعلًا أنا اللي خرّجتها. علاش أنتِ اللي خرّجتيها بالضبط؟ غادي تقول لهم أنها لداخل ملي كانت كدوّش قالت لي راني حسيت براسي ماشي هي هاذيك، كانت مسحون. قالت ليها صافي أنا ساليت نخرج، يعني ما بقاش كاع كنسخن عضيماتي صافي خصني نخرج. قلت لهم صافي خرجت معاها. خرجنا جلست على برا ثم الدم الأمانة أمانة. هنايا كانت آخر وحدة شافتها، وفي ديك الثواني الأخرى أو الدقيقات الأخرين كانت معاها سمية. سمية ملي كيقولوا لها واش صاحبتك شربات شي حاجة، كتقول لهم لا. واش شي واحد مد ليها شي حاجة؟ لا. واش هي داية معاها العصير؟ لا، أصلًا ما لقاو حتى شي حاجة في حوايجها. إيوا وكيفاش هاد البنت شربات العصير مسموم وأنتِ الوحيدة اللي كنتِ معاها الوقيتة اللي تشرب فيها العصير؟ الطبيب الشرعي كيأكد وكيقول أن داك السم في أقل من دقيقة صفاها لها، والبنت ملي خرجت معاها من الداخل حتى على برا راه كانت تما دقيقة وكتر. إذًا سمية راه كان معاها الوقيتة اللي خدات السم، ولكن سمية كتأكد وكتعاود أنها ما شافت لا سم، ما عطاتها، وما كاين حتى شي حاجة من هاد الشي. البوليس غادي يخليو عندهم سمية، في نفس الوقت غادي يجيو العائلة ديال الضحية وغيسولوهم، غيقولوا لهم واش سمية عندها شي مشاكل مع أسماء؟ الأم غتقول لهم لا، ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس سمية راه بنتي بحالها بحال أسماء، كبرات مع بنتي ملي كانوا صغيورين، تزادوا في حومة وحدة، كبروا مع بعضياتهم، عمرها ما كانت شي حاجة بيناتهم. قد يكونوا شي بعض المرات شي حوايج اللي خفافين دغيا كيدوزوهم، ولكن زعما شي حاجة اللي توصلوهم أن شي وحدة تقتل الأخرى، لأ، ما كاينش هاد الشي. البوليس شرحوا لهم الوضع، قالوا لهم بنتكم تقتلات في هذيك اللحظة اللي كانت مع سمية، وسمية كتنكر أن أسماء شربت شي حاجة قدامها، إذا راه هي اللي مولات الفعلة، خصوصًا أن الوقيتة اللي وقعت الجريمة سمية راه كانت معاها، بغات أو كرهات راه كانت معاها، وما كان معاهم حتى شي شاهد اللي غيشهد بهذا الشي. علاش كنقول لكم ما كانش معاها حتى شي شاهد وديجا الحمام عامر؟ حيت أسماء ملي كانت غادي تخرج كانت معاها سمية. والداخل كانوا البنات، الداخل الحمام راه عبارة عن غرف، الداخل كانوا البنات، الغرفة الثانية فيها شوية البنات، الغرفة اللي على برا اللي غادي تخرج منها البلاصة اللي كيلبسوا فيها ما كان فيها حتى شي واحد. من تما دازوا عاد خرجوا عند البنات اللي على برا عاد اللي كيلبسوا. هادوك اللي كيلبسوا غيقولوا ما شافوا حتى شي حاجة اللي كتلفت الانتباه، شي واحد كلا شي حاجة أو شرب شي حاجة ما كاينش. القضية كانت معقدة وغامضة، ولكن البوليس كانوا حاطين يديهم
على سُمية، كيقولوا هي مولات الفعلة، شي دليل باللي هي مولات الفعلة ما كاينش، غيمشيو حتى للدار ديال سُمية وغيقلبوها قنت بقنت، كيقلبوا على ديك الأداة السامة اللي تلقات في العصير اللي دار في العصير اللي شرباتو الضحية، قلبوا الدار ديال سُمية قنت بقنت ما لقاو حتى شي حاجة، لا عصير لا ديك المادة السامة لا حتى شي حاجة. عاود غادي يشدو سُمية وغادي يزيرو معاها، غيقولوا لها قولي لنا شنو المشكل ديالك مع أسماء. البنت كتقول لهم ما عندي معاها حتى شي مشكل، كيقولوا لها شنو هو هاد التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول أن البنت تسممات في أقل من دقيقة تقتلات، وأنتِ اللي كنتِ معاها ديك الساعة. البنت كتقول لهم هاد الشي كامل اللي كتقولوا راه غير كذوب، كتكذب التقرير ديال الطبيب الشرعي وكتسيق راسها، وهي أكتر حاجة كانت كتقولها كتقول لهم أنا شنو هو الدافع ديالي باش نقتل البنت. البوليس كيقولوا لها هاد السؤال حنا اللي خصنا نطرحوه عليك نقولوا ليك علاش قتلتيها، ما بغاتش. كيطلعوها ويهبطوها ويطلعوها حتى غادي تعيا، سُمية بوحدها غادي تعيا وغادي تعترف ليهم بكل شي، غادي تقول ليهم فعلًا كان عندكم الحق، وأنا عييت وما غاديش نزيد نصبر في هاد الشي. إوا عاودي لنا شنو كاين، قالت لهم أنا اللي قتلت أسماء صاحبتي، نقولوا كاع أختي، علاش شنو دارت لك؟ قالت لهم أنا صاحبتي أنا وياها كنا بحال الخوت، كبرنا مع بعضياتنا كنبغيها وكتبغيني وكل شي، حتى النهار اللي تعرفنا فيه على فلان اللي هو الخطيب ديال أسماء. تعرفنا عليه بغيتو، حيت في الأول هو بين ليا الاهتمام ديالو، خدا نمرتي أنا الأولى، ولكن من بعد ما كنت كنهضر معاه بدا كيجبد ليا أسماء في الهضرة، كيسول عليها في الآخر غيجيها نيشان، غيقول لها أنا راه دخلتك غير ديك الدخلة ديال أنني باغي نتعرف على صاحبتك. قالت لهم كمّلتها في قلبي وصبرت وسكت، قلت ما كاين حتى شي مشكل، عطيتو النمرة ديال صاحبتي باش يهضر معاها، كيتواصل معاها وكل شي، هُما كانوا كيبغيو بعضياتهم وكل شي، ولكن من بعد صاحبتي أنا خبّات عليَّ الموضوع حتى كان غادي يجي يخطبها، هي عارفاني إلا جا يخطبها راه غادي نشوفها، حيت حنايا الدار قبالة الدار ما يمكنش تخبى علينا شي حاجة. عاد جات قالت لي راه فلان غايجي يخطبني، راه باغيني، راه هادي، هادي، قلت ليها الله يسخّر، الله يجيب التيسير والله يسخّر والله يكمّل كل شي بخير. صافي، قالت لهم تخطبات البنت، من ديك الساعة قلبات عليَّ وجهها، قلبات وجهها كتخرج مع الخطيب ديالها، شي مرات كنسول فيها ما كديهاش فيا، شي مرات كنقول لها نجي عندك كتقول لي ما غنكونش في الدار، كتصدق كاينة غير في الدار وكتكذب عليا، شي مرات كنقول لها نخرج أنا وياك كتقول لي لا حقا ما يخلينيش، راكي عارفة دابا أنا مخطوبة نتيا ديال راسك ما كاينش اللي يقول لك شي حاجة. قالت لهم ولات كتلوح ليا الهضرة بحال هي دابا أعلى مستوى عليا أنا، بحال أنا ما كنسوى والو، علاش؟ حيت هي تخطبات، دارت إنجاز. قالت لهم بديت كنكمّدها في قلبي وساكتة. وكنت فين ما كنسولها كنقول لها فوقاش العرس، كانت كتقول لي مازال ما عرفناش، شهر 8 والّا شهر 7 مازال ما عرفناش، هي غير ما كانتش باغا تعطيني راس الخيط، حتى النهار لحقنا عاوتاني عاد جات عيطات عليا بحالي بحال كاع الناس، ما اعتبرتنيش اختها كيف ما أنا كنت كنعتبرها، وشفت أن البنت صافي تبدلات عليا، الصراحة قالت لهم بقى فيا الحال بزاف، بقى فيا وجرحاتني بداك التعامل اللي كدير معايا، وعرفت أن إلا مشات تتزوجات غادي تنساني وعمرها مازال ما غتهضر معايا، حيت هي دابا قبل ما تتزوج ودايرة هاد الحالة، عرفتها كي إلا تزوجات شنو غادي دير فيا. صافي قالت لهم أنا فكرت أنني ننتقم منها، في الأول كنقول نعيط للخطيب ديالها نقول له عليها شي هضرة خايبة باش يتفارق معاها، عاود قلت لا، السيد إلا كان متشبت بها وكيبغيها واخا نمشي نوسخ السمعة ديالها يقد يتزوج بها ونبقى أنا في العيب، إذا خصني ندير شي طريقة واحدة أخرى، المهم عندي أسماء ما تزوجش بهاد الشاب هذا. بقيت كنفكّر، كنفكّر، حتى فكرت أنني صافي نصفّيها لأسماء، واخا شي مرات قالت لهم كنتراجع ولكن عاوتاني كنقول لأ، إلا ما صفيتهاش ليها غادي تتزوج وتعيش حياتها، ونبقى أنا هكايا مليوحة، ما غتبقى تسول فيا، ما غدير فيا ما والو، وأصلًا أنا هذاك السيد اللي غاتزوج بيه أنا الأولى هدرت معاه، وأنا الأولى كان عليه يتزوج بيا، المهم السيدة بحال مريضة في عقلها، قالت لهم فكرت أنني نصفّيها لأسماء ولكن اش من طريقة ما عرفتش. حتى لداك النهار اللي قالت لينا راه كاين الحمام تما فين غادي نخطط أنني نصفيها لها في وسط الحمام وحتى واحد ما يسيق الخبار، كلشي غادي يقول أن البنت جاتها سكتة قلبية وماتت. قالت لهم مشيت للسوق جبت داك السم حطيته عندي في الدار، حتى لداك الصباح اللي كنا غاديين للحمام صوبت شوية د العصير درتو في واحد القرعة ديال الما، درت فيه داك السم حركته مزيان درتو في حوايجي. دخلنا تحمّمنا كلشي سالينا، كانت هي باغا تخرج، أسماء كانت باغا تخرج، غادي تقول ليها سمية عاني نجيب لِك الفوطة حدا الباب باش نغطيك بها، حيت صاحبتها تاقت فيها،
هي مشات فعلًا جابت الفوطة، الأسماء في نفس الوقت دارت واحد الفوطة صغيرة ملوية فيها القرعة من الداخل مخبية ودخلاتها. دارت للأسماء الفوطة وخارجين حتى وصلوا لداك الباب اللي غادي يخرجهم من البلاصة اللي كاينين فيها البنات. هنا غادي تخرّج أسماء القرعة ديال عفوًا سُمية، غادي تخرّج القرعة ديال العصير، غادي تقول لها هاكي شربي هاد العصير تبردي شوية، ما بغيتش نعطيه لِك قدّام البنات حيت كلشي غادي يبغي يشرب، وأنا جبت غير شوية د العصير نشربو غير أنا وياك. العصير ما كانش عامر، القرعة كان فيها غير النص، قالت لي راني شربت النص خليت لِك هاد النص هذا، شربيه بالزربة قبل ما يجيو البنات. أسماء من حيث كانت لداخل سخونة، شدّت داك العصير شرباتو كلّه بدقة. شربت داك العصير، الأخرى شدات القرعة لوّاتها عاوتاني في ديك الفوطة، خرجت صاحبتها على برا، حطّتها في الكرسي، شدّت ديك القرعة وداك الفوطة خشاتهم في الصك ديالها، هاديك الساعة أسماء بدات كتجيها السخفة، بدات كتخنق، عرفات راسها أنها غادي تموت، أولا بالأحرى سُمية كانت عارفاها غادي تموت. ملي ماتت تما قالت لهم راه غير الصهد اللي داير ليها هكاك، وحيت البنت أصلًا ما مضروبة ما مجروحة ما والو، كلشي قال راه موتة طبيعية، حتى واحد ما فكر أنه يقول راه تقتلات، حيت ما كاينش شي سبب اللي يخلي شي واحد يقتلها تما، كاينين غير بنات العائلة وبنات الجيران والصحابات، حتى وحدة من هادي ما غتفكر تأذيها، حيت أصلًا أسماء ما أذات حتى شي وحدة. البوليس سولوها قالوا لها فين هي ديك القرعة اللي درتي فيها السم؟ قالت لهم راني رميتها، فين رميتيها؟ البلاصة الفلانية. في هذاك الصباح نيت اللي وقعت فيه الجريمة كلشي مشى لديار البنات مشاو لديورهم باش يحطوا السيكان ديال الحمام، حتى هي وحدة من البنات مشات دخلت لدارهم، الدار قبالة الدار ماشي بزاف ديال الوقت، دغيا مشات لدارهم حطات الصاك ديالها، خرجات ديك القرعة من الدار وكان معاها حتى داك السم اللي بقى لها، جمعات كلشي دارته في واحد الميكا اللي كان ديجا فيها دوك النفايات ديال الدار، داتهم لأقرب بركاسة رماتهم تما ورجعات للدار الكنازة، بقات كتبكي وتندب تمايا حزنانة مسكينة على صاحبتها. البوليس ملي مشاو لديك البركاسة لقاو ديك النفايات مازال ما تهزوش، قلّبوا تما غادي يلقاو ديك الميكا اللي قالت ليهم، كيف ما عاودت لهم ميكا كان فيها النفايات ديال الدار، حلّوها لقاو تما القرعة اللي كان فيها العصير، ولقاو تما حتى داك الكاغيط ديال داك السم وداك الشي اللي بقى فيه. منين شريتي السم؟ شريته من السوق. هادو هما الاعترافات ديال سُمية، اعترفت بكلشي من الأول حتى الآخر، غادي تقدّم للعدالة وغادي تحكم بالمؤبد. الصراحة بيني وبينكم جاني السبب ديال الجريمة تافه جدًا، واحد الولد كنتِ كتعرفيه ما داهاش فيك من بعد اختار واحدة أخرى، تنوضي تقتليها على قبل هاد الشيء ما كيقبلهاش العقل، تقدر تكون سُمية عندها شي حاجة وحدة أخرى مخبياها حتى واحد ما عارف، ولكن هي قالت لهم هاد الشيء اللي كاين، أنا داك السيد الأول عرفتو، في الآخر اختار أسماء، من بعد أسماء قلبت وجهها، ما عجبنيش الحال مشيت صفيتها لها، نتوما شنو بان لكم في هاد الشيء؟ كيف ديما ما تنساونيش من لايك شي تعليق زوين تأكدوا إلا مازال ما شاركتوش في القناة تشاركوا فعلوا زر الجرس إلا قدرتوا أنكم تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم بارطاجيو بلا ما نزيد نطول عليكم بسلام عليكم حتى لا فيديو الجاي إن شاء الله.